مساء الخير يا حبيبتي. مساء النور. الحمد لله على سلامتك. ايه مالك؟ تعبان ولا ايه؟ الواحد اتفرم النهارده في الشغل. يلا الحمد لله. حبيبتي الغدا جاهز علشان انا جعان قوي، هو كمان ورايا مشوار مهم. لا، ما عملتش اكل النهارده. ليه يا قلبي؟ خير مالك؟ انت تعبانه ولا ايه؟ لا، مش تعبانه. امال ايه، زهقانه؟ لا، مش زهقانه. جربانه؟ افندم؟ اسف، حاولت بس التزم بالقافيه. ولا اي حاجه من دول. امال ما عملتيش غدا ليه؟ ماليش مزاج النهارده. ايه، مش من حقي؟ حقك طبعا يا حبيبتي. ماشي يا ستي، مفيش مشكله، نطلب دليفري. لا، مش عايزه دليفري. تمام، هغسل وشي وانزل اجيب اكل. لا، ما تغسلش وشك. ولا يهمك، انزل بالتراب على وشي عادي، اهو تمويه كاني في الصعقه. مش قصدي. اقصد ما تنزلش خالص وما تطلبش اكل من بره. وماله عيوني يا حبيبتي، تعالي نقف في البلكونه نص ساعه، نعمل بناء ضوئي جنب قصية النعناع اللي جوه، يعني هنتشمس شويه. لا طبعا، مش هينفع عشان بشرتي هتغمق. تغمق؟ عشان بشرتك هتغمق؟ يعني مش عشان ده ضد العلم والمنطق؟ لا، مش قصتي. اكيد طبعا. طب هناكل ازاي دلوقتي؟ ده مجرد سؤال للفضول والله مش اكتر. انت هتقف في المطبخ النهارده؟ هو احنا مش خلصنا كل احكام الشايب بتاعت امبارح بالليل؟ وخليتينا نتصل على 10 ارقام عشوائيه وغنت لهم في التليفون: انا ابريق الشاي. حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل. امال عايزاني اقف في المطبخ ليه دلوقتي؟ علشان تعمل لنا غدا. المساواة بتقول كده. المساواة؟ قالت لك كده بنفسها ولا قالت لحد يقول لك؟ عشان في ناس بتزود كلام بس. لا، قالت لي. وقالت اني مش خدامة في البيت، ومن حقي انك تساعدني في كل شغل البيت. هو بعدين؟ يا كده يا تسيبني بقى انزل اشتغل. تمام. انا مش اقل منك. طبعا. عايزة احس بكياني. اكيد. واحقق اماني. بلا شك. واتحدى زماني. محمد هاني. بس كلمش علاني. ماشي يا حبيبتي، انا موافق، انزلي اشتغلي. طبعا هشتغل، ومن بكرة كمان. ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب. وهستقل. انا لازم استقل بقى. ايه رأيك؟ زي كوريا الشمالية. ماشي. وهشتري بيبسي حجم كبير وانا راجعة من الشغل، وهتشرب من عرق جبيني. طب ليه القرف ده؟ ايه؟ البيبسي. البيبسي بقرف من البيبسي. ها، بحسب. طب خلاص يا حبيبتي، نجهز لك الحاجات اللي هتحتاجيها بكره في الشغل. تمام، نعمل كده. اديني موبايلك كده لو سمحتي. 010 3 1. لا ده مسيفه، وفكر جديا امسحه. انا عايز الموبايل شخصيا، الجثه. علشان. هحط لك الارم. يعني ايه الكلمة دي؟ انا واثق ان ده مش جهل لغوي انت الانجليزي بتاعك كويس، بس اكيد عمرك ما ظبطت منبه في حياتك طبعا. خالص. لانك متعوده تصحي براحتك، كنت تصحي في الوقت اللي تحبي تصحي فيه او تزهقي من النوم. تقريبا. لا، في صحيان الساعه 6 من هنا ورايح. عادي يا حبيبي، طول عمري بصحى 6 المغرب اصلا. انت هتشتغلي ريكلام؟ لا، خدمة عملاء. تمام. كده بقى هتصحي 6 الصبح مش 6 بالليل. بس 6 ده انا هكون يا دوب لسه نايمة من نص ساعة. لا، ما انت هتضطري تنامي بدري بقى، على 9:30 10 بالكتير تجيبي ضرافة. نحط لك بقى ماشي. كام سنوز حلوين كده. ليه؟ علشان الفراق صعب يا حبيبتي. انت اول ما تصحي هتبصي للسرير بحسرة وتقولي: 5 دقايق بس، 5 دقايق بس وهقوم. ماشي، حط سنوز. خلاص، يبقى نظبط المنبه على 5:30 ومعانا نص ساعة سنوز لحد 6. اوكي. اكتبي ورايا يا حبيبتي عشان ما تنسيش. اوكي. اولا، 5 صوابع فينو وتمن جبنة رومي، ليه؟ علشان تفطري بيهم بكرة في الشغل. بس انا مش بفطر قبل الساعة 12، وباكل ساليزون وشاي بلبن. لا ده عند طنط يا حبيبتي. يعني ايه؟ هي يعني عند امك. اكتبي اوكي. صن بلوك بقى.
بجد؟ بص بقى، السنة دي احنا لازم نروح الغردقة، انا زهقت من مطروح. نشيل فيشة الوهم 10 ثواني طيب. في ايه؟ الصن بلوك ده عشان بشرتك هتتحرق في الشمس، انت هتبقي في الشارع كل يوم في عز الحر. اوكي. علبة كمامات. ليه بقى؟ الكورونا هديت الحمد لله. لا، ده عشان ريحة عرق اخواتك المواطنين اللي هتركب معاهم المترو. خلاص نخليهم علبتين كمامات بقى. لا، علبة واحدة كفاية، انت بعد فترة هتدمني ريحة العرق اصلا. ماشي. ستريبسلز. ليه؟ زورك هيتشرخ من المناهدة مع العملاء. اكتبي يا روح قلبي اكتبي. حاضر. ايه فوت. علشان. دي بودرة قدم، ما انت هتفضل لابسة الجزمة 15 ساعة في اليوم لحد ما هتبقى جزء من شخصيتك. حاضر. سيبراليكس. ده ايه ده كمان؟ ده مهدئ حلو قوي، هيخليكي في الروقان، لا فارق معاكي رخامة عملاء ولا عصبية مدير ولا اي حاجة. هو المدير ممكن يتعصب عليا؟ امال هيتعصب على مراته؟ تمام. 5 اكياس مناديل فلورا، هعمل بيهم ايه؟ علشان لما تعيطي في حمام الشركة ولا اقولك يبقى نشفي دموعك في ورقة تواليت، مش عايزين تبذير. حاضر. وكونسيلر بقى عشان الهالات السوداء اللي هتطلع تحت عينك. في حاجة تاني؟ بذر كتان وفول صويا وبذر سمسم. هعمل ايه بالحاجات دي؟ دي محفزات طبيعية لهرمون الاستروجين، عشان انت كبيرك سنتين شغل وهتنسي انك ست. ممكن وانت بتجددي البطاقة اصلا تكتبي فيها ذكر. يعني مش هتستت تاني؟ لا، ما اعتقدش. ولا هتدلع واهتم ببشرتي وصبغتي ومسكاتي؟ ربنا كبير. هتطلب دليفري؟ لا، انا عايز اكل من ايدك. حاضر. ملوخية بالارانب. ما عندناش ارانب. انزلي اصطادي من اي برية، ايرلندا جنبنا هي مش بعيدة. اوامرك. هو اعملي لي شاي، قلبت دماغ امي، حد يروح للهم برجليه. حاضر يا حبيبي. الواحدة مننا ممكن تتنازل عن اي حاجة الا مصلحة بشرتها. على 6 الصبح قال اروح اعمل له الملوخية بالارانب، وبالمرة اعمل ماسك الزبادي بالعسل اللي عاملاه.